السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كده وصفه كده خفيفه ولذيذه والكل بيحبها، كبير وصغير بيحبها. هنعمل ايه؟ هنعمل حواوشي. المقادير هنا معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ايا كانت بقى لحمه مفرومه، ومعايا قطع صغيره من الليا، ومعايا بصل مفروم، يعني حوالي كده 3 بصلات او 4 بصلات بس عشان تزود معانا الكميه شويه. وعايزه تحطي بصلتين بس ماشي تمام، مفيش اي مشاكل. البصل هنا انا مش هحط عليه اي حاجه، ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. وهنا برده فلفل مفروم. الحاجات دي انا فرماها في الكبه خلاص. الفلفل رومي على فلفل حامي، لو مش عايزه تحطي فلفل حامي براحتك، دي حاجه اختياري. ومعانا هنا رشه صغيره خالص من الكربوناتو. لو انت عندك بيكنج باودر حطي، مشي حالك يعني، بس انا مش عندي بصراحه، لقيته خلص فحطيت بداله كربونات خلاص. ومعايا حوالي نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود خلاص. ومعايا الخلطه بتاعت الحواوشي خلاص. ولا هحط ملح ولا هحط اي حاجه. مش عايزه تجيبيها ومش عايزه تحطيها، او مش قادره تنزلي او مش عارفه تجيبيها، خلاص حطي بهارات لحمه وخلاص. احطي ملح وفلفل وخلاص. اي بهارات عندك تمشي مع اللحمه حطيها خلاص، وظبطي بس الملح بتاعها تمام. الكيس ده بيمشي على نص كيلو لحمه او كيلو الا ربع. وانا طبعا عشان خاطر البصل والفلفل وكده هيبقى مظبط الملح معايا خلاص. وبرده لو انت مش عايزه تحطي قطعه من الدهن او الليا خلاص برده براحتك خلاص. انا هحط كله على بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل المكونات كلها على بعضيها. طريقه سهله وخفيفه وسريعه وحلوه قوي كده في الصيف بصراحه. في الصيف في الشتاء الكل بيحب الحواوشي. بدل ما نشتريه من بره، لا احنا بنبقى لو احنا عندنا لحمه بنفرمها، او لو عندنا لحمه مفرومه ماشي تمام مفيش اي مشكله. ونجهز كده الحاجه عندنا في البيت وخلاص، يعني مش قصه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده هدعكه في بعض خلاص. كل ده هقلبه في بعضيه ماشي. هقلب كل دوت في بعضه وهسيبه وهرجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بس يا ريت لو وصلتوا للمقطع دوت، يا ريت يا ريت رجاء ما تنسوش اللايك، يا ريت ما تنسوش اللايك، شجعوني واكتبوا لي كومنت حلو كده وتقولوا لي دعوه حلوه بصراحه الحال ليا وليكم يا رب. ما تنسوش بقى الاشتراك ماشي. خليكم معايا هرجع لكم تاني. بصوا بقى يا بنات، انا دلوقتي جايبه عيش خلاص. لما تيجي تجيبي العيش من الفرن قولوا له انا هطلعه لي ابيض شويه علشان خاطر عاوزاه الحواوشي تمام. ونقيه ما يكونش لازق في بعضيه، يعني يكون كده مفرغ كده ايه من بعضه، علشان خاطر لو لازق مش هينفع. طبعا انا بفتحه بالمقص خلاص. بفتحه كده، افتحيه زي ما انت عايزه يعني بالطريقه اللي تريحك خلاص، عشان يبقى مفتوح كده ايه معاك تمام. بس وهنا معايا زيت. طبعا هفتح الباقي كده اشوف ايه اللي انا هحتاجه وهحطه. وهحط هنا حبه زيت، هنقول مع بعض ليه. وزيت يا بنات خلاص. وهنا معايا حبه ميه بصل، ده ميه بصل خلاص. خدت حبه كده من البصل اللي انا حطيته على اللحمه، هحط حبه كده. وهحط كمان يا اما طماطمايه مبشوره يا اما كيس كاتشب اي نوع. طبعا انا مش عارفه هو ده مقطع ولا مش مقطع، مش عارفه والله. انا كده كده يعني مش بجيبه يعني بسيط قوي قوي. هحط كده حبه صغيرين ماشي. انا عايزه بس حوالي بس المعلقه خلاص. هفتح باقي العيش وبعد كده هرجع لكم تكون لسه البره دي كمان خلصت. بس لو وصلتوا معايا للدقيقه دي يا ريت ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو بتاعكم والاشتراك. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، اللحمه هي طبعا انا سبتها حوالي كده بتاع 10 دقايق كده عقبال ما فتحت العيش وجهزت التتبيله اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي ميه البصل ومعلقه الكاتشب خلاص. دلوقتي وحبه زيت. طبعا هكور ده كده وهعبي بقى العيش بس عشان يبقى جاهز زي ما معايا على طول. وهنا معايا صينيه. الصينيه هي صينيه المونيا. ممكن تحطي ورق فويل وتحطي زيت على ورقه الفويل خلاص، بس انا ورقه الفويل بصراحه خلصانه عندي تمام. انا دلوقتي هعبي كده معاكم رغيف خلاص عشان ما اطولش عليكم. لو انتوا عاوزين تدهنوا ايديكم من التتبيله ديت، لو انتوا عاوزين تدهنوا كده ايديكم من جوه في العيش كده ماشي تمام، عشان مش هيجرى حاجه. ادي الكوره بتاعت اللحمه هفردها كده في قلب العيش. طبعا انا مستعجله يعني بتكلم بسرعه علشان خاطر الهيصه اللي انتوا سمعتوها دي بقالها يا جماعه بقالها 4 ايام يعني شبكه عقبال ولادكم. فبقالها 4 ايام مش بننام، بيقعدوا لغايه بعد الفجر يعني مش عارفه بصراحه. خلينا بقى في موضوعنا. ربنا يفرح الناس كلها. انا هنا مش عاوزه املى الرغيف كله، مش عايزه احط لحمه كتير في الرغيف علشان خاطر ما تبقاش طعمها رخم. لا خليه كده ايه يبقى وسط خلاص يعني كده اهو تمام اهوت ماشي. وهدهن من بره كده، هدهن كده على الوش ومن على الظهر بس بقى كده عشان الهيصه دي ماشي. طب والزيت اللي انا حطيته في الطبق التاني دوت، عشان انا لو عوزت زيت هحطه على الوش خلاص. الزيت اللي انا حطيته في الطبق دوت عشان انا بس لو عوزت هنا زيت ممكن اخد منه كده واحط بدل ما امسك الازازه تمام.
بس واحطه برده في الصينيه اهو. خلاص هكمل الباقي كله زي بعضه كده وهحطه في الفرن على درجه متوسطه، ما اعليش النار وما اوطيش النار، اخليها درجه متوسطه. خلاص بس طبعا اكون مشغله الفرن قبلها بشويه. خلاص يا ريت تخليكم معايا ونكمل الباقي وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، انا حبيت اوريكم قبل ما ادخل الحواشي الفرن، حبيت اوريكم. بصوا نص كيلو لحمه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا عمل لي كام رغيف؟ عمل لي 10 رغيفه اهو قدامكم اهو. خلاص طبعا زودت الكميه بتاعت النص كيلو لحمه ايه، ما حطيتش طبعا ولا فول صويا ولا الكلام ده ولا اي حاجه. ما حطيت بس حوالي 3 بصلات كبار او 4 بصلات براحتكم، وبرده الفلفل الرومي. خلاص بس ما حطيتش اكتر من كده، زي ما وريتكم كده قدامكم. هو دوت الخطوات اللي انا عملتها. خلاص يعني بسم الله ما شاء الله. شوفي لو انت هتجيبي رغيف الحواوشي بكام من بره، انا بصراحه مش عارفه لان انا مش بشتريه خالص من بره. فشوفي بقى بسم الله ما شاء الله، لحمه نظيفه وحاجه نظيفه وانت عاملاها بايدك، وكل حاجه انت ضمناها ان هي كويسه. مش عارفين بقى لحمه ايه ولا مش لحمه ايه. حتى لو هتجيبي لحمه جملي مشي حالك بيها برده، دي عادي برده، دي لحمه جملي عادي. لحم اي لحمه، المهم ان انت تكوني ضامنه الجزار وخلاص. باي لحمه اعمليها مش هتقول لا، وهيطلع معاكي زي الفل واحلى من بتاع بره بكتير. بتاع بره مليان كله بهارات ومليان شغط وحاجات ودهن وحاجات غريبه، والبهارات طبعا متريه على كل حاجه. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما انسى. الكربونات اللي انا حطيته، يعني سواء انت هتحطوا كربونات او بيكنج باودر، ده بس عشان خاطر يخلي اللحمه هشه ما تبقاش مكتومه في العيش، بس كده مش اكتر. لو انتوا قلقانين ومش عايزين تحطوها براحتكم، كده كده الكربونات بيتحط في قلب الطعميه وفي المخبوزات يعني بره، فما تقلقوش منها. هي بس حته بس صغيره خالص على طرف المعلقه صغنونه كده. خلاص هعمل بقى اسوي الحواوشي. لو انت عاوزه تسويه من فوق على الطاسه بقى معلقتين زيت، مش عايزه تحطيه في الفرن وتريحي دماغك برده براحتك، بس هيتحمر من تحت وترجعي تقلبيه على ظهره علشان خاطر ياخد وش برده التحمير. خلاص خليكم معايا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي، انا حبيت اوريكم برده وانا بعمله في الطاسه. بصراحه هو بيبقى اسرع، بس في الطعم بيبقى احلى في الفرن. خلاص انا حطيت هنا معلقتين زيت. ماشي، انا قلت برده اوريكم يعني الطريقه ديت لو انتوا حابين تعملوه في الطاسه. حطيت معلقتين زيت، الزيت ما يكونش ليه ريحه، ولما يتحمر من تحت ياخد لون، يعني سيبه مثلا حوالي كده دقيقه، واقلبه من الناحيه الثانيه. خلاص يبقى لونه ذهبي، يعني ده برده هقلبه برده تاني. ماشي، انا بس حبيت بس اوريكم وانا بقلبه. طبعا للبنات الصغيرين لسه برضه داخلين في المطبخ جديد. خلاص هياخد تحميره كده من تحت واطلعه في الطبق. خلاص حبيت اوريكم الطريقه دي. يا ريت بقى ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم الحلو، لسه ما عملتش لايك صح؟ يا ريت تعمليه بقى عشان خاطر تشجعيني وكومنت حلو كده زيي. خلاص تشتركي برضه في القناه. يلا خليكي معايا للاخر نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، الرغيف ما خدش دقيقتين 3 على بعض. زي ما بقول لكم لو عايزين تعملوا في الطاسه من فوق ما بياخدش وقت، لكن في الفرن بياخد وقت شويه. خلاص طبعا بيحرر الشقه، مش لكم لا، انا بس الدنيا حر وكده ومسلوقين يعني. فلو عايز تعمليه في الطاسه اعمليه في الطاسه على طول براحتك، يعني حاجه ترجع لك. خلاص وحطي تحتيه اي حاجه تشرب زيت زي المناديل المطبخ. خلاص اهو يستاهل بقى لايك حلو ولا لا؟ يلا خلينا ما نشوف مع بعض ايه تاني. حبايبي انا خلصت خلاص اهوت، يعني في 10 دقايق انا خلصت الحواوشي. والله بجد ما خدش معايا وقت خالص، زي ما قلت لكم في الفرن بس هو اللي بياخد وقت شويه، او اللي على الطاسه ما بياخدش وقت خالص، دوبك دقيقتين على كل وش، يعني دقيقه وتقلبي ودقيقه وتقلبي على طبعا شكل التحميره اللي انت عايزاها. ده الدوري اللي معمول في الفرن في الصينيه في الفرن برده بتقلبي برده الوش بيتحمر كده وبتقلبي وبيتحمر كده بتقلبي، ودوت برده نفس النظام اللي على الطاسه من فوق برضو بياخد وش وبتقلبي وبياخد وش وبتقلبي برضو. بصي اهو، بصي متحمر زي ما انت عايزه اللي انت عايزاه. خلاص يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون حاجه خفيفه ويعني موفره شويه. انا عارفه ان اللحمه مش رخيصه بس تغيير يعني نوعا ما، لان العيال بيبقوا حابين التغيير شويه. فنغير كده لاولادنا. وزي ما قلت لكم ال10 رغيفه دولت بنص كيلو لحمه بس، مش بضحك عليكم والله. وجربوا واعملوا زي ما انا قلت لكم، ان شاء الله يطلع فيه بركه باذن الله، وربنا يعدي الايام دي على خير. ويا رب الفيديو النهارده يكون خفيف وعجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وكومنت حلو وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم هدى عبد الحكيم.